السلام عليكم مشاهدينا الكرام. تتصارع الأحداث بوتيرة كبيرة خلال الساعات الماضية فيما يخص مفاوضات نادي الهلال السعودي مع نجم نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، والذي سيصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم الجاري، حيث لم يستبعد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الانتقال إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل بشرط حصوله على راتب قدره 600 مليون يورو بحسب ما قاله البرنامج الإسباني الشهير إل شانكيتو، حيث أوضح البرنامج أن ليونيل ميسي طلب مهلة للتفكير في العرض السعودي ليطلب بعد ذلك راتبا أعلى من الذي يحصل عليه غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر. وزعمت عدة وسائل الإعلام أن ميسي قام بهذه الخطوة عن طريق والده ووكيل أعماله الذي كان في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء الماضي. وربطت عدة تقارير صحفية بين قدوم والد ليونيل ميسي إلى السعودية والتفاوض مع مسؤولو نادي الهلال بشأن انتقال ليونيل ميسي إلى النادي السعودي في الصيف المقبل، لكن الحقيقة أن ميسي سيتواجد في المملكة السعودية خلال الأيام المقبلة باعتباره سفيرا للسياحة في هذا البلد، لكنه يبدو أن مسؤولو نادي الهلال لن يفوتوا فرصة تواجد ليونيل ميسي بالرياض، وسيستغل هذه الفرصة في التفاوض مع ليونيل ميسي بجدية. وكان وزير السياحة السعودي قد أعلن يوم الجمعة الماضي أن ليونيل ميسي سيزور المملكة في وقت لاحق من هذا الشهر للقيام بجولة سياحية في المملكة العربية السعودية، وسيرافقه في هذه الزيارة أفراد عائلته وبعض أصدقائه، وهي الزيارة الثالثة للنجم الأرجنتيني في أقل من عام للمملكة السعودية وسط اهتمام من رابطة المحترفين السعودية بانضمامه إلى أحد النوادي المحلية. لكن صحيفة ماركا الإسبانية قالت أن نادي إنتر ميامي الأمريكي المملوك بشكل جزئي لأسطورة مانشستر يونايتد ديفيد بيكام يسعى أيضا لجلب ليونيل ميسي في ظل عدم تجديد النجم الأرجنتيني حتى الآن لعقده مع باريس سان جيرمان، والذي يحاول جاهدا تجديد عقد ميسي، لكنه يبدو أن الخروج الأخير من دوري أبطال أوروبا أقنع بطل العالم بالرحيل عن القارة العجوز. ووقف كريستوف غالتي مدرب نادي باريس سان جيرمان في صف لاعبه ليونيل ميسي، مستنكرا ما يتردد بشأن استهدافه بصافرات الاستهجان. وقال غالتيه في المؤتمر الصحفي: لا داعي إلى إطلاق صافرات الاستهجان ضد ليونيل ميسي أو أي لاعب، لا أجد سببا لإطلاق الصافرات ضد أي لاعب، لم نخرج أمام بايرن ميونخ بسبب مستوى ليونيل ميسي أو أي لاعب، لقد بذلنا أقصى ما لدينا، لكن الفريق الألماني كان أكثر جاهزية منا في مباراتي الذهاب والإياب. وعن مستقبل ليونيل ميسي قال غالتيه: أعلم أن هناك مفاوضات بينه وبين إدارة النادي لتجديد عقده، لا أعلم تفاصيل المناقشات، لكن القرار تحسمه رغبة اللاعب. ولفت أن ليونيل ميسي سعيد مع باريس سان جيرمان، لقد سجل 18 هدفا و17 تمريرة حاسمة هذا الموسم. وأوضح: لقد تابعت الانتقادات الموجهة لليونيل ميسي بعد مواجهة البايرن، ولكنه لم يكن بمفرده، ولا ننسى أنه كان حاسما في مواجهات أخرى. وقال أن ليونيل ميسي شخص يعمل بجدية كبيرة يوميا ويحاول مساعدة زملائه في كل مباراة. نشكركم على المشاهدة، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو.